في 7 نوفمبر 1978 اتولد محمد أبو تريكة، أو الماجيكو أو زيدان أو عم الناس. بعيد عن كل الأسماء يبقى الاسم الأبرز لأبو تريكة، إنه أمير القلوب. في قرية ناهية في محافظة الجيزة، في أسرة بسيطة جدا، وكان ترتيبه الوسطاني. أبوه كان إنسان بسيط وبيشتغل فلاح، وأمه ست بيت زي أي ست بيت في مصر. أبو تريكة كان طفل خجول جدا وفي حاله، وبالرغم من الفقر اللي كانت أسرته عايشة فيه، إلا إنه كان شاطر جدا في المدرسة. وكان عشان هو حاسس بالظروف، فكان عارف إن موضوع إن هو يكمل تعليمه كان صعب جدا، فقرر بالرغم من صغر سنه إن هو يشتغل في الصيف علشان يساعد أسرته، وكمان عشان يجيب مصاريف المدرسة. وعشان كده قرر إن في الأجازة اللي كل العيال بتنام فيها وبتلعب فيها إن هو يشتغل. فقرر يشتغل في مصنع طوب كان عندهم في البلد. الشغل في المصنع صعب جدا، وبيبدأ من بعد صلاة الفجر لحد أذان المغرب. بكام بقى في الشهر؟ ب2 جنيه. وكان أبو تريكة متفوق في دراسته، وكان من أمنياته وهو صغير إن يكون مهندس ويكون عنده مصنع طوب زي المصنع اللي كان بيشتغل فيه. الغريبة إن أبو تريكة وهو صغير ما كانش بيحب الكورة أصلا، وكان كل اللي بيحبه ان هو يروح مع اخواته الكبار ويتفرج عليهم وهم بيلعبوا كورة في الشارع، او كانوا بيلعبوا في دورة رمضانية فيروح يتفرج عليهم، وهم كانوا حريفة جدا. انما هو ما كانش بيلعب كورة ابدا، كان بيلعب بينج بونج على الترابيزات اللي موجودة في الشارع، لحد لما ربنا يكون ليه حكمة في كل حاجة بتحصل ويسبب له الاسباب. ويجي اخواته يلعبوا فرقة في الدورات الرمضانية، ويتأخر واحد من الفرقة فما يلاقيش اخواته غير محمد ابو تريكة، فيقولوا له انزل يا محمد والعب لحد لما صاحبنا يجي، وكل ما يجي لك الكورة شوطها بعيد او طفشها يعني، وخلاص كمالة عدد يعني، وما تخافش يا محمد احنا معاك. فيتفاجئ اخواته بمحمد اللي مش خايف وبيجري بالكورة وبيرقص ويشوط علشان يتقلب الملعب حرفيا، ويشجعوا الطفل الصغير اللي نزل اللي هو اسمه محمد ابو تريكة. لدرجة ان الناس كانت بتروح الدورات الرمضانية عشان يتفرجوا على الواد الصغير اللي مكسر الدنيا في الدورات الرمضانية، وهو اسمه محمد أبو تريكة، ويكتشف إخواته موهبته الكبيرة ويشجعوه. ومن هنا تكون نقطة البداية اللي شجعت أبو تريكة وحببته في الكورة لدرجة العشق. كل عيلة محمد أبو تريكة بتشجع الأهلي، وطبعا أبو تريكة زيهم كان بيشجع وكان بيعشق حاجة اسمها الخطيب. وتمر الأيام وتمر السنين، ويتم أبو تريكة 12 سنة، وبالتحديد سنة 90. وسمع أبو تريكة من زمايله إن اختبارات الأهلي هتبدأ، ما نامش من الفرحة في الليلة دي، وجرب انه يروح ويجرب حظه وهو بيحلم طول الليل انه يكون لاعب في النادي الاهلي. وراح ابو تريكة اختبارات الاهلي، ومن اول ما دخل ومن قبل ما يلعب كورة وحتى يلمسها اترفض ابو تريكة. ليه بقى اترفض؟ مدرب مسكه وقال له خد يا ابني انت جسمك ضعيف جدا ولا تصلح ان تكون لاعب كرة قدم، عشان تكون صدمة كبيرة لابو تريكة. وقعد يعيط جنب بيتهم، ومرة واحدة لقى حد بيطبطب عليه وبيبص لقى ابوه، قال له يا ابني انت بتعيط ليه؟ ده انت راجل بتصلي الفرض بفرضه، وعمر ربنا ما هيزعلك يا ابني، ان شاء الله هتكون دايما مرضي. وكانت كلمات ابوه ليها مفعول السحر معاه. وبعدها بكم اسبوع سمع ان نادي الترسانة هيعمل اختبارات للكورة، فشافوه في نادي الترسانة وقدروا موهبته طبعا، والعين طبعا هي اللي بتشوف. ولكن بعد شهرين بس من التمرين مع نادي الترسانة يغيب ابو تريكة لسبب غير معلوم، وغاب فترة طويلة. فعبود الحملاوي اللي هو رئيس قطاع الناشئين في الوقت ده يلاحظ ان ابو تريكة غاب بقاله فترة عن التدريبات، فقال لحد من زمايله يا جماعة هو ابو تريكة بيغيب ليه او بقاله فترة ما بيجيش ليه؟ فنده على واحد اسمه مجدي اللي هو صديق ابو تريكة، وعرف من كلامه ان ابو تريكة غايب لظروف مادية. فقال لمجدي روح قول له ان الكابتن عبودة عايزك بكرة باذن الله ولازم تيجي. وفعلا بيجي ابو تريكة في اليوم التاني ويقابله عبود الحملاوي اللي هو رئيس قطاع الناشئين، ويديله 150 جنيه في ايده كمصروف، ويطلع له كارنيه عشان يتعمل له مرتب شهري في نادي الترسانة. وفعلا في اليوم التاني رجع ابو تريكة للتدريبات وانتظم، وكان في الوقت ده عمره 13 سنة، وقدر يكسب دوري الجمهورية على حساب نادي الزمالك في الوقت ده. وكان في الوقت ده جسم ابو تريكة اكبر من اللعيبة اللي معاه، وهو كان في عمر 13 سنة. فعشان كده قرر رأفت مكي ان هو يصعده لفريق 19 سنة،
وبعد كده حصلت صدمة جديدة لأبو تريكة، ان هو جه التنسيق بتاعه فين؟ في اسكندرية. وراح اسكندرية وهو كان طبعا في كلية العلوم في الوقت ده في اسكندرية، وغاب كتير عن نادي الترسانة. بس يجي عبود الحملاوي وهو قاعد في المدرجات فيشوف واحد صاحبه شغال في جامعة القاهرة، فبقول له انت ايه اللي جابك هنا؟ قال له انا جاي اتفرج على ابو تريكة. قال له ابو تريكة مين؟ اسمه ابو تريكة. قال له ايوه ابو تريكة، هو فين؟ قال له ده هو راح جامعة اسكندرية لانه كلية العلوم هناك وهو ما عادش بيجي بقاله فترة، فاحنا عايزين نجيبه هنا. فهو خد الكلمة وبعد كده قرر فعلا ان هو ينقله القاهرة ويروح جامعة اداب قسم تاريخ، ويرجع ابو تريكة التدريبات تاني. وفي سنة 96 97 يتولى رأفت مكي اللي هو كان مدرب 19 سنة في الوقت ده الفريق الأول، ويصعد معاه أبو تريكة. وطبعا حصل إضرابات في الوقت ده، فطلع شوية ناشئين يلعبوا جنب أبو تريكة. وأول مباراة ودية خاضها أبو تريكة كانت قدام السويس، وأول مشاركة ليه كانت قدام شرير الدخان في الدوري الممتاز به، ولعب أبو تريكة وقدر إن هو يتألق، وموهبته كانت باينة جدا في الوقت ده، وأنهت الترسانة في الوقت ده في المركز الرابع. وفي موسم 97 98 جه المدرب شاكر عبد الفتاح ومسك الترسانة، وأبو تريكة حجز مكان أساسي معاه في الفرقة ولعب الموسم وتألق فيه، بس برضه الترسانة أخذت مركز رابع. وفي موسم 98 99 قدر أبو تريكة يتألق ويحرز 11 هدف، بس برضه الترسانة تأخذ مركز رابع. وفي موسم 99 2000 قدر أبو تريكة يتألق وياخد هداف الفريق، وطبعا كان مركزه بيلعب في وسط الملعب برصيد 23 هدف في كل المسابقات الدوري والكاس. وفي نفس الموسم قدر الترسانة ان هو يصعد للدوري الممتاز، وابو تريكة يتم استدعائه في المنتخب الاولمبي. كان ساعتها المنتخب بيلعب تصفيات المؤهلة لاولمبياد سيدني 2000، بس ابو تريكة في الوقت ده ما شاركش. وبعد كده بيتم استدعاء ابو تريكة للمنتخب الاول بقيادة انور سلامة، ويلعب مباراة استونيا اللي هي كانت ودية، وتنتهي المباراة 3-3. وفي أول موسم للترسانة سنة 2000-2001 في الدوري الممتاز يكمل أبو تريكة تألقه ويسجل 6 أهداف. وكان الترسانة بيصارع على الهبوط في الوقت ده، وكان الأمور صعبة، ولعب قدام الإسماعيلي وقدم أداء رائع جدا هو والمهاجم مهند البوشي، وقدر ينهي النتيجة 3-3. وفي نهاية الموسم الترسانة بيهرب من الهبوط بفرق نقطتين بس عن مزارع دينا. وفي موسم 2001-2002 أبو تريكة يحرز 7 أهداف وينهي الترسانة في المركز الثامن بعيد عن مراكز الهبوط بفرق 4 نقط. ونفس القصة نادي الترسانة في الموسم اللي بعده 2002-2003، بس أبو تريكة في الوقت ده يحرز 11 هدف والترسانة تنهي الموسم في المركز العاشر. بس أبو تريكة قدر يسجل 11 هدف، وطبعا كان بينافس على هداف الدوري. وسائل الإعلام كانت اهتمت بأبو تريكة في الوقت ده، وطبعا الأندية بدأت تقدم عروض. وفي موسم 2003-2004 في الدور الأول قدر يسجل أبو تريكة 3 أهداف، وساعتها أندية كتير اهتمت بأبو تريكة وكان من ضمنهم الأهلي والزمالك. وطبعا عشان في قانون للرياضة في الوقت ده وقانون الاحتراف، واللي كان اتقدم بطلب من محمود الجوهري لاتحاد الكورة وتنفذ، طبعا بينص قانون الاحتراف في الوقت ده ان اي لاعب لعب في فرقته حتى في الناشئين وطلع فريق اول لمدة 6 سنوات ينتقل لاي نادي هو عايزه. بناء عليه يروح ابو تريكة يقعد مع مسؤولين نادي الزمالك في الوقت ده. بلغت نادي الزمالك اللي انا مش يعني ما حصلش النصيب وصل استخاره، ما كنتش مستريح، فبناء عليه ان الاهلي يقدم عرضه مع ده. فيحكي الخطيب عن وقت توقيع ابو تريكة، واللي ابو تريكة كان مكسوف جدا وكان مش مصدق نفسه ان هو يقابل الخطيب في الوقت ده، ويقول نزلت لقيته هو لوحده، قلت له فين محمد؟ قال لي يا كابتن محمد واقف بره مكسوف، واقف في الشارع. فقلت له يا ابني مكسوف من ايه؟ قال لي هو يعني مكسوف انه هيقابلك يعني. فاخدته معايا في العربيه ورحنا على اول الشارع، كان الدنيا برد جدا. ولقينا واقف في الشارع على النص كده، فرحنا واقفين، خدته معايا في العربيه. فعايز افتح الكلام يا ابني انتوا معانا واحنا ارقامنا ما بتديش ارقام كبيره وممكن يكون، لكن في يعني في ان انت ان شاء الله ربنا يكرمك في النادي الاهلي وتبقى. فقال يا كابتن انا قلت لوالدي ان انا جاي اقابلك، فكان والدي عايز يجي معايا. كويس. فاحنا اهلاويه جدا واحنا مش عارف ايه كابتن اللي انت، انا همضي بدون ما اتكلم في حاجه. وفي يناير 2004 تم الصفقه للنادي الاهلي
وصفقة كانت قيمتها 450 ألف. تريكا تعب جدا. لما تبص للاعب ساعتها وصل ل 26 سنة ولسه بيلعب في الترسانة تخليك مقتنع ان انتقاله للأهلي مش أكتر من صفقة متوسطة، هيلعب سنة أو 2 وهتنتهي. لكن دي لحظة كان بيترسم فيها التاريخ. أتمنى لو انت بتتابعني في أي مكان تعمل لايك للفيديو وتعمل شير، ولو انت بتتابعنا على اليوتيوب ما تنساش تشترك في قناتي على اليوتيوب، لأن لسه هيكون في جزء تاني بإذن الله هينزل عن حكاية وقصة أبو تريكة.